بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس الخامس من برنامج سكراتش. نتعرف اليوم على إضافة كائن عن طريق الرسم. أول حاجة بروح أضغط على أداة رسم كائن جديد. بعد كده نتعرف على نافذة محور الرسم. الجزء الأعلى اللي موجود عندنا في محور الرسم نتعرف على الأدوات الموجودة فيه. أول أداة هي أداة الانعكاس، وديت اسمها أداة انعكاس عمودي. وفي كمان عندنا الانعكاس الأفقي، وفي عندنا أداة التدوير يمين ويسار، وفي كمان أداة التقليص أو التصغير، وفي أداة التكبير. في عندنا كمان أداة المسح، وهي بتمسح جميع الرسم الموجود عندنا. يعني لو عندي مجموعة كده من الرسم وليكن مثلا الشكل ده وعاوز امسحه، بروح اضغط على أداة المسح. كمان في عندنا أداة الاستيراد والإعادة والتراجع، ديت عند الخطأ. يعني أنا عملت مثلا جيت أرسم شكل فظهر عندي بالشكل ده، عايز أتراجع عنه فبتراجع عن طريق أداة التراجع. لو عاوز أرده مرة تانية بضغط على أداة الإعادة. في كمان عندنا جزء الأدوات نتعرف عليه مع بعض. في عندنا جزء الدائرة، لو عاوز أرسم شكل دائرة بضغط على أداة الدائرة واضغط واسحب. في كمان عندنا أداة رسم شكل المستطيل أو المربع، وكمان في عندنا أداة التعبئة، في أداة المسح، وفي أداة الفرشاة، وديت بستخدمها عند الرسم الحر. كمان في عندنا أداة القطارة، وأداة القطارة ديت بستخدمها عند إضافة لون مميز. وفي عندنا كمان أداة الختامة، وفي أداة التحديد، وأداة كتابة النص، وفي أداة الرسم عن طريق الخط المستقيم. والجزء الموجود أسفل ده اسمه في منطقة الأدوات اسمه منطقة الألوان، عن طريق إن أنا لو عاوز ألون مثلا الدائرة بروح أضغط على اللون، وبعد كده بختار أداة التعبئة واضغط على اللون المختار. بعد كده بختار موافق. بيتضاف عند الرسم بتاعي باسم كائن 3. لحذف الكائن وإضافة الكائن مرة أخرى بضغط بزر الفار الأيمن وبختار حذف. طب تعالوا نتعرف اليوم على إضافة رسم نجمة وعمل دوران لها. أول حاجة بروح على أداة رسم الكائن وبختار أداة الخط وبرسم نجمة عن طريق السحب والإفلات. ألون النجمة وليكن مثلا بلون الأخضر، وكمان ألون الخطوط بتاعتي. بعد كده بختار موافق. ممكن أصغر النجمة شوية. طيب نبدأ إن إحنا نشغل النجمة. أول حاجة عند النقر على العلم الأخضر هقول له هنا في الحركة، هقول له استدر 15 يمين درجة، وممكن اختار يسار. طب تعالى نشوف مع بعض عند النقر على العلم الأخضر ايه اللي هيحصل. الدائرة النجمة بتاعتي بدأت إن هي تلف بس بشكل بسيط. لتكرار عمل النجمة أعمل ستوب إيقاف، وأروح أختار من التحكم أختار كرر باستمرار. نشغل مرة تانية ونشوف الشكل. كده النجمة بدأت تعمل لها عملية دوران. طيب لو عاوز أعكس بدل اليمين يبقى يسار، أروح أعمل إيقاف وأسحب لبنة اليمين وأروح في التحكم واختار يسار. أضغط على العلم الأخضر مرة أخرى، بدأت تشتغل النجمة في شكل دائرة. نوقف. طيب لو أنا عاوز أضيف على النجمة ديت مجموعة من التأثيرات اللونية، أول حاجة بروح على المظاهر.
في موجود عندي هنا في المظاهر حاجة اسمها غير تأثير اللون بمقدار 25. اسحبها داخل كرر باستمرار وبعد كده اشغل. هنا بدأت تظهر معايا التأثيرات اللونية اللي بتظهر على الشاشة. طيب هل هنا بس موجود ان انا ممكن ان انا اغير التأثيرات اللونية فقط؟ لا، نعمل ايقاف. في عندي هنا مجموعة من التأثيرات الأخرى زي مثلا في عين السمكة، وفي عندنا الدوامة، في مجموعة كتيرة من التأثيرات. وليكن نجرب الدوامة مع بعض. بعد كده بضغط على زر التشغيل، ظهرت معايا النجمة كأنها بشكل دوامي. طيب نعمل إيقاف. لو عاوز أكرر النجمة ديت والمقاطع البرمجية معاها، أروح أضغط على أداة المضاعفة واضغط على النجمة. اتضاعفت معايا النجمة مرة أخرى. ممكن أنا أبدأ دلوقتي أغير التأثيرات، نخلي دي مثلا اللون، وفي كده معانا التانية هي أصلا كانت الدوامة. شغل، بدأت تظهر معانا التأثيرات.